صباح الفل مساء الفل على حسب ما انت بتشوفنا من قناه عمده خليفه. تحياتي ليكم بره مصر جوه مصر. النهارده معايا عند اخويا احمد، تمام، برضو عنده كان جراد، تمام، واشتغلنا عليه بايه؟ بالديكتو ماكس، تمام. اشتغلنا عليه بالتايزانول 60%. بس التايزانول ده لما عملنا احنا رشينا المكان، بص كده المكان، تعالى هنا يا باشا، بص المكان اللي الكلب قاعد فيه، دي اوضته هو، دي اوضته، تمام. بره الله اكبر على المساحه، ده كله ايه؟ مساحه. حلو الكلام. طب انا عملنا يا باشا ان احنا رشينا يا عم، مش هلعب انا دلوقتي. طب ماشي يا بوتش. احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عطينا، تمام، بيوتكس، الديكتو ماكس، الحجنه السنت اهو، الديكتو ماكس، وجبنا التايزانول 60% ورشينا. وبعد ما خلصنا رش خدنا الكلب ونزلناه الشارع، عشان خاطر برضه زي ما قلت لك دي ماده سامه. المكان اللي بيشرب فيه، المكان اللي بياكل فيه، شلناه بعيد وغرجنا المكان كله، الحيطان والخشب والارضيات، غرجنا الحيطان. حلو الكلام. دي سنتي على لتر، طبعا عشان الماده الفعاله بتاعتها قويه شويه، تمام. وادي الجزازه اهي، واللي حابب يشوفها وعايز يشتريها، تمام اهي. وطبعا السرنجه، تمام، جايه كده يا باشا في النور. طب ماشي، مش مشكله. ادي اهي، يشكر الراجل اللي بيصورنا. وادي الديكتو ماكس. حلو الكلام. طيب انا دلوقتي عشان افدي الموضوع ده كله، بعد ما بغرق وبعد ما برش وبشيل الايه، المكلف والمسجه بتاعت الكلب، تمام، باخد بعضيه واخد الكلب واروح منزله في الشارع. الديكتو ماكس كده كده فمزاج بيخلي الجراده بتنزل ميته. بعد فتره، تمام، بعد فتره ارجع اديله سنتي تاني. طب ليه يا عم عماد؟ هقول لك ليه. الجراد ده كائن حي، في ذكر وفي انثى، بيتكاثر، صح كده؟ الجراده الواحده بتجيب بيضه في معدل، يعني مثلا بتعدي مثلا 100,000 بيضه، تمام، والله زي ما بكلم كويس، اسال المجرب، وتنشر مكان كيلو جراد. فطبعا كان الحي دواتي لما بيجي يموت بيسيب الاثر. ايه هو الاثر؟ البيض اللي هو جواه الجراد الصغير، تمام. يرجع تاني الكلب هيجيله جراد. يبقى انا اعمل ايه؟ زي ما قلت لك، هترش وتنظف المكان وتقتل الجراد كله يعتبر في المكان، وتديله ايه، حقنه. وبعد فتره، تمام، الفتره دي انت برده معلش هتظبطها 15 يوم، 20 يوم، 30 يوم، تمام، حسب انت وكلبك برده وراده صحه الكلب. حلو. وارجع اديله سنت تاني. يبقى انا كده يا باشا اخد الموسم الصيف بتاعي كله طز فيك يا جراد، مش هشوفك تاني يا جراد، خلاص. ليه؟ قضيت عليه، قضيت على الحيطان والخشب، تمام، وقضيت فم ازاي على الجراده. وبعد فتره رجعت اديله واحده تانيه عشان خاطر برده الاقي البيض بتاع الجراد ده حتى لو فجس يموت. حلو الكلام. يبقى احنا كده عرفتك هتعمل ايه عشان الجراد ما يخشش عليك. لان انا بشوف ناس كتيره، تمام، بتشتكي من الجراد، وبتشتكي، تمام، من اللي بيحصل، والكلاب بتموت، الجراد بيسم فمزي بيمص الكلب وبيموت الكلب، خلي بالك، تمام. وبالذات اكتر حاجه في الحر، لان الجو حر، تمام، والكلب فمزي قليل اكله، بيشرب ميه كتير والحركه قليله شويه، تمام، يخش الجراد يمص له الدم، يبقى كده الكلب اتدمر معاك. يبقى الحق كلبي خساره عشان خاطر ايه؟ ما يروحش مني، صح كده؟ مش انت حبيبنا؟ ايوه يا صاحبي، على فكره ده مش بتاعي والله العظيم، بس عشان انا متابع معاه، تمام، فالكلب حابب، تمام، المعامله معايا. كلب شخصيه زي العسل. على فكره بالمناسبه ده حفيد زوز، الذكر بتاعي حفيد زوز. فطبعا الدم انا حافظه، والطبع حافظه، والرخامه حافظها، تمام، وجرة الادب حافظها، صح؟ اديله كده اهو، واديله عايز يلعب ويتنطط، عشان خاطري بلاش نضيع، تمام، الكلب على حاجه ملاش لازمه. انت بتشرب سجاير فمش زي اكتر، فمش زي من 8 دول قسما بالله، تمام. دي ب 120 جنيه بالصدفه، صح؟ دي ب 120 جنيه، ودي ب 35 جنيه السنتي، تمام. يعني كلام فاضي يا صاحبي. انت لو بصيت في مزايا السجاير اللي بتشربها، تمام، وقعدة القهاوي ومش في الكافيه والكلام ده كله، هتلاقي نفسك بتصرف احسن من 200 جنيه. طب وخساره يا ريفك ده، الحته دي فم ازاي خساره، صاحبك فم ازاي الوفي ده خساره، ان انا فم ازاي اضيعه. يبقى هات دول واعمل اللي بقول لك عليه في الفيديو، واسمع الفيديو كويس، والله العظيم ما تنسى حاجه اسمها جراد، تمام. ولو عجبك الفيديو سمعني تعليقك، تمام، واشوفكم على خير. السلام عليكم.